حسام طروادة والسوشيال ميديا. يا ترى ايه علاقة حسام طروادة بالسوشيال ميديا؟ في البداية كده، ايه هي حسام طروادة؟ دي القصة دي اكيد سمعتوا عنها كتير، وان مدينة طروادة كانت مدينة محصنة جدا وعندها اسوار قوية. ولمدة 10 سنين اليونانيين حاولوا ان هم يدخلوا المدينة بكل طريقة، لكن ما عرفوش ابدا. عشان كده فكروا في فكرة عبقرية او شيطانية، ان هم عملوا حصان خشب شكله حلو جدا ورائع، وقدموه هدية لطروادة كرمز للحب والسلام، وان احنا خلاص بقى هنبدأ صفحة جديدة. في الحالة دي طروادة فتحت أبوابها للحصان لأنه هدية، لأنه مش حرب. دخل الحصان وفتح الأبواب. جوه الحصان ده كان في مئات من الجنود مستنية اللحظة المناسبة. مجرد ما دخلوا وخلاص كده وجه الليل، خرجت كل الجنود اللي موجودة واستولوا وسيطروا على طروادة واحدة واحدة، بالراحة كده بدون أي ضوضاء. علاقة القصة دي بالسوشيال ميديا؟ الحقيقة إن السوشيال ميديا، وتحديدا عايزة أتكلم عن تطبيق زي التيك توك، هو عبارة في رأيي عن حصان طروادة الجديد، اللي هو بيجي لك في شكل تطبيق مجاني، بيقدم لك ضحك وغنى ورقص وموسيقى، حاجات حلوة قوي قوي قوي، وكلها بسيطة وفيديوهات قصيرة، ومش محتاجة تركيز ومش محتاجة أي حاجة. زي ما كان حسام طروادة جاي في شكل هدية جميلة كده، نفس الحكاية تيك توك جاي لك في شكل تطبيق مجاني، وبيقدم لك حاجات بتقضي فيها وقتك وانت قاعد مكانك. حسام طروادة كان جواه جيش من الجنود. تيك توك بقى جواه جيش برضو، بس مش من الجنود بس، ده جيش من الأفكار اللي بتغير حياتك، جيش من الإعلانات اللي بتتحكم في اختياراتك. ده غير بقى طبعا الترندات اللي بتسحل الناس وراها ليل نهار، الترندات اللي بتتكتب بشكل درامي. يعني في ناس أصلا شغلتها إن هي تخلي البلوجر ده أو التيك توكر ده يبقى في قصة معينة، في جواز وفي طلاق وفي انتحار، وطول الوقت انت قاعد بتراقب الترندات دي وبتستهلك وقتك. ده غير طبعا ان احنا زي ما سمعنا كتير، او يعني ان ازاي اللايفات بتاع التيك توك وراها غسيل اموال وغيره. كل ده هو الحاجات المستخبية جوه التيك توك. زي ما طروادة دفعت حياتها لما صدقت ان دي هدية بالمجان، كمان انت نفس الحكاية بتدفع وقتك ومجهودك وتركيزك وكل حاجة لما بتسلم عقلك ودماغك للتيك توك. التيك توك مش هو نقدر نقول ان هو شر مطلق، لا، زيه زي اي حاجة. الشر مش في التطبيق نفسه، في اللي جواه. فلو انت عرفت ان انت يبقى عندك وعي وتستخدمه بالطريقه اللي تفيد مصلحتك، اكيد مش هيبقى شر. يعني لو انت عايز محتاج حاجه تدور عليها هتلاقيها فعلا، ساعات بيبقى مفيد. لو عايز حاجه تعليميه، لو عايز تستفيد اي حاجه مفيده او تعلم الناس حاجه، فانت هتلاقيه. لكن طول ما انت مستخدمه وسيله للترفيه طول الوقت، ولانك بتسحل نفسك وراء الاخرين، في الحاله دي هو اللي هيسيطر فيك عليك وهيتحكم فيك. فالوعي هنا مهم جدا، ان الواحد يعرف يستخدم الحاجة في مصلحته، مش ان هي تسيطر عليه وتتحكم في حياته. زي ما انا بشوف دلوقتي ان الاجيال الصغيرة تحديدا مضيعة كل وقتها وكل تركيزها على التيك توك، لدرجة ان دلوقتي لو اي حد فيهم طلبت منه انه يركز معاك بس كطالب مثلا 10 دقايق او ربع ساعة، هو مش متحمل، لان هو عايز كل حاجة تبقى زي التيك توك، سريعة وظريفة وجميلة وحلوة. فالحقيقة ان زي ما طروادة فتحوا مدينتهم للهدية بكل بساطة، احنا كمان بنفتح عقلنا وحياتنا لتطبيقات بتأثر عليها بشكل سلبي. اتمنى لو الحلقة عجبتكم تعملوا لايك وكومنت وسبسكرايب للقناة، وتشاركوها مع اصحابكم، واشوفكم على خير.